ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ معاكم عمر من موقع فارماكوجون. النهارده قررت اعمل فيديو بتحدى بيه الفكر الغالب عن علاج الصلع الوراثي، واقول لك على بروتوكول علاج الصلع الوراثي لو انت نروة 7، يعني اللي هو انت بلاطة حرفيا ما عندكش الا المنطقة المنحة، وعندك اللي هو الشكل حدوة الحصان. ايه افضل حاجة ممكن تعملها عشان ترجع شعرك؟ بروتوكول مفصل بالخطوات المطلوبة عشان تلاقي نتيجة ملحوظة للصلع. طبعا قبل ما تخش على التعليقات وتبتدي تقول لو حصل صلع وراثي تام فبيحصل تليف للبصيلة فمش هترجع الشعر نهائي والحل الوحيد بتاعك هو الزراعة وان انت تلبس باروكة، في الحقيقة لا، الصلع الوراثي مش بالضرورة بيحصل فيه تليف في البصيلة او التعريف بتاعه اسمه الفايبروسيس والكالسيفيكيشن. لا، الصلع الوراثي هو عبارة ان بيحصل فيه عملية اسمها عملية تصغير البصيلة او الفوليكولار مينيتشرايزيشن، وبالتالي الشعراية بتفقد السمك والكثافة بتاعتها على فترة زمنية طويلة لحد ما تتحول لشعر فيلس اصفر بيتشاف بالعين المجرده. بعد ما بتوصل للمرحله دي فالخلايا الجذعيه المسؤوله عن نمو الشعر بتكون موجوده عادي جدا، بس الفكره كلها ان سمك الشعريه ما عادش يتشاف بالعين المجرده، فده بيبقى شكل الاصلع بتاعك. في حالات تانية غير الصلع الوراثي او بتكون مع الصلع الوراثي بتؤدي ان بيحصل فيه تليف في البصيله، زي ان مثلا ان جهاز المناعه بتاعك بيهاجمها، او ان مثلا بيحصل فيه تليف ان الشعريه ذات نفسها بتنفصل من العضله اللي بتضمها اللي هي الاريكتور بيلي ماسل. مش هتكلم على الموضوع ده، انا بتكلم على معظم الناس اللي عندها صلع وراثي، اللي هو تقدم طبيعي لعمليه تصغير البصيله يؤدي الى تحويل كل الشعر لشعر زغبي. اول حاجه يا معلم، الزراعه ما هياش حل، يعني خلينا واقعيين، انت نروه 7 عشان ترجع شعرك تاني، مثلا انك تكون نروة 2 او نروة 3 او اي كثافة معقولة، فانت هتضطر انك تمحي المنطقة المنحة وزيادة. ولو انت مثلا جيت تبص من غير كلام ولا ارقام ولا اي حاجة، المنطقة المنحة قد كده، فروة راسك كلها قد كده، فازاي المنطقه دي هتغطي الشعر كله؟ حتى ولو افضل جراح في العالم يعني حرفيا مش هتلاقي النتيجه المرغوبه، وهتدفع فلوس كتير على الفاضي، هتعمل عمليه زراعه 8000 جرافت لو المنطقه المنحه سمحت، وهتلاقي نتيجه مش مرغوب فيها. فاول حاجه لازم تمشي عليها قبل عمليه الزراعه حتى هو ان انت تمشي على بروتوكول علاج. لازم البروتوكول العلاجي يكون بالقوه الكافيه، يعني انت مش زي شخص مثلا لسه بادئ يلاحظ الصلع الوراثي فممكن ياخد ربع ملي جرام فيناسترايد فهيلاقي نتيجه عشان يحافظ على الصلع الوراثي. لا، انت شخص خلاص فقدت جزء كبير جدا من شعرك، فلازم بروتوكول مكثف بيغطي كل اسباب الصلع الوراثي. اول حاجه لازم تعمل تحاليل معينه. التحاليل دي بتشمل ايه؟ تتاكد ان انت مفيش اي اسباب تانية لتساقط الشعر، تعمل تحاليل للفيريتين، السي بي سي، فيتامين د، الثايرويد جلاند، هرمونات الغده الدرقيه. تعمل كل التحاليل دي وتتاكد ان كل حاجه متظبطه. بعد ما تظبطها بالدايت او باستخدام السبلمنتس فهتعمل تحاليل للتستوستيرون والاسترادايل، البرولاكتين، الاف اس اتش، ال اتش، الدي اتش تي، وهتعمل تحليل برضو للاي جي اف 1، لان نقص الاي جي اف 1 مرتبط بتساقط الشعر او الالوبيشيا، زي الناس اللي عندهم لارونس سيندروم، نمو الشعر عندهم بيكون ضعيف بسبب انهم عندهم انخفاض في مستويات الاي جي اف 1. ليه هتعمل تحليل التستوستيرون؟ هل مثلا انت عايز تشوفه عالي ولا لا؟ لا، في الحقيقه التستوستيرون ممكن يكون اصلا منخفض وعندك برضو صلع وراثي. بس انا عايز اشوف مستويات التستوستيرون، لان انخفاض التستوستيرون مرتبط ببطء نمو الشعر. يعني التستوستيرون ذات نفسه كمركب ليه انابوليك افكت على الشعرايه، وبيؤدي الى زياده نمو الشعر، يعني نمو الشعر في الجسم كله. اللي بيسبب الصلع الوراثي هو هرمون الدي اتش تي مش التستوستيرون، للناس الطبيعيه اللي بتعتمد على الانتاج الطبيعي بتاعها. جميل. هتعمل التحاليل بتاعتك دي عشان تشوف لو عندك اي هرمونال ابنورماليتي، هنظبطها الاول قبل ما نبتدي في خطه العلاج بتاعتنا. لو عندك انخفاض في الاي جي اف 1 هتظبطه، لو عندك انخفاض في التستوستيرون هنظبطه برده، ولو عندك انخفاض او ارتفاع في الاستروجين هنخليه في النورمال رينج، لان الاستروجين ليه تاثير غريب على بصيله الشعر. في دراسات مثلا سواء في الانفيترو او في فيفو بتقول مثلا ان الاستروجين مرتبط بتساقط الشعر، دراسات ثانيه بتقول ان الاستروجين مرتبط بنمو الشعر. يعني مثلا الدراسات اللي اتعملت على الفئران لما كانوا بيدوم استروجين فلاحظوا ان هو بيزود اخراج الشعر من مرحله الانيجين وادخاله في مرحله الكاتاجين. الدراسات الثانيه اللي اتعملت على البشر اللي هي الكورليشن بتقول ان الستات الحوامل اللي بيكون عندهم ارتفاع في الاستروجين بصوره عاليه جدا بيكون عندهم زياده في كثافه الشعر، وبعدها لما يوصلوا الطفل او ان هو خلاص ينزلوا الطفل اللي في بطنهم فيلاقوا ان يحصل بوست بارتم شيدنج او تساقط عنيف للشعر بسبب انخفاض مستويات الاستروجين. فالموضوع عليه جدل، فانا شايف ان انت لازم تظبط مستويات الاستروجين لو انت شخص بتعاني من تساقط الشعر يكون متناسب مع مستويات الاندروجينز اللي عندك. برضو تشوف مستويات البرولاكتين، لان في بعض الدراسات كده بتقول ان البرولاكتين ممكن يزود تساقط الشعر، بعمل عنها فيديو بالتفصيل لو انتم مهتمين بحاجه زي دي. وبعد ما اظبط الهرمونات دي كلها فنبتدي في الخطه العلاجيه بتاعتنا. اول حاجه استخدم
دواء اسمه الدوتاسرايد. الدوتاسرايد يعتبر اخو الفينوسترايد، هو مانع لانزيم ال5 الفا ريدكتيز، بيؤدي الى انخفاض او تخفيض مستويات الدي اتش تي، الهرمون المسؤول وصفه اساسيه عن الصلع الوراثي. طبعا مش معنى ان انت خلاص اصلاحيت ان ادويه زي ال5 الفا ريدكتيز مش هيكون لها دور، لا، الادويه دي مرتبطه بزياده السمك وكثافه الشعر حتى للاشخاص اللي خلاص فقدوا جزء كبير من كثافه شعرهم. وفي حرفيا ترانسفورميشنز على النت خطيره جدا من استخدام الفينوسترايد او الدوتاسرايد بس. فاول حاجه هتستخدمها هو الدوتاسرايد. ليه مش الفينوسترايد؟ لان انت حرفيا انت نروت 7، فاحنا مش هنستنى الفينوسترايد وبعدها نلاقي سنه نلاقي نتيجه مش قد كده، احنا عايزين نلاقي نتيجه على طول. فهستخدم الدوتاسرايد، وكمان مش هستخدم نص مللي جرام في اليوم، لا انا هستخدم 1.5 مللي جرام في اليوم لمده شهر. ده وسيله عشان اوصل للستيدي ستيت كونسنتريشن او مستوى ثبات في الدم اعلى بصوره اسرع، وبعدها هرجع تاني للجرعه التقليديه اللي هي نص مللي جرام كل يوم. طبعا جرعه 1.5 مللي جرام دوتاسرايد يعني 3 كبسولات افودارت او 3 كبسولات بنجرايد ممكن تكون مكلفه في الاول، بس صدقني لو جيت تبص على الدراسات فتلاقي ان الجرعه دي مرتبطه بزياده في كثافه الشعر اعلى من جرعه النص مللي جرام في اليوم. فاحنا هنستخدم الموضوع ده لمده شهر اللي هو 1.5 مللي جرام دوتاسرايد، وبعدها هنبتدي نقل تاني لنص مللي جرام دوتاسرايد يعني كبسوله في اليوم من اول الشهر التاني. بالنسبه بقى للطوبيك اللي انا هستخدمه، فانا مش هستخدم مينوكسيديل بس، انا هستخدم المينوكسيديل والحاجات اللي بتحسن من فعاليته. ده معناها هستخدم المينوكسيديل مع حاجه اسمها الريتينويل اللي بترفع من نشاط انزيم السلفو ترانسفيريز. واللي ما يعرفش، عشان المينوكسيديل يعمل التاثير بتاعه من حيث نمو الشعر فلازم يتحول للصيغه النشطه اللي هي المينوكسيديل سلفيت. وبعض الناس بيكون عندهم انخفاض في نسبه الانزيم ده، فبيكون استجابه المينوكسيديل بتاعتهم ضعيفه. طبعا انت ناروت 7، فاحنا عايزين افضل حاجه ممكنه وافضل حاجه ممكن نعملها، فانت هتستخدم مينوكسيديل 5% مع اي ريتينويل. في بعض الشركات بتنتج مينوكسيديل مع ريتينويل، ممكن تستخدمهم منفصلين ايا يكن اللي يعجبك او ايا يكن اللي متوفر عندك في البلد. غير كده فانا عايزك تطحن مع المينوكسيديل اللي هتستخدمه، هتطحن 3 حاجات. اول حاجه تطحن معاه فينوسترايد، لان الدراسات بتقول ان الفينوسترايد مع المينوكسيديل توبيكلي افضل من المينوكسيديل لوحده. تاني حاجه هتطحنها معاها هي الميلاتونين اللي ليه انتي اوكسيدنت افكت او تاثير مضاد للاكسده، وفي بعض الدراسات بتقول ان هو بيحفز نمو الشعر عن طريق ميكانيزم مختلف عن المينوكسيديل. تالت حاجه هتطحنها معاها هي السلدانافيل المعروفه باسم الفياجرا. ايوه حرفيا هتطحن الفياجرا، لان في دراسات بتقول ان هي بتدخل الشعر في مرحله الاناجين. فالثلاثه دول هتطحنهم مع المينوكسيديل مع الريتينويل. ده يعتبر اقوى محفز نمو ممكن تلاقيه في السوق، فكك بقى من كل الكلام التاني اللي يقول لك مش عارف كابيكسي او ذا اوردينري. لا انا بقول لك ده مش هتلاقي محفز نمو اقوى في السوق منه. طبعا بقى ممكن لو انت شخص بقى اجريسيف اكتر وصحتك جايباك وعايز تعمل تحاليل، ممكن تدمجه مع اللو دوز من الاورال مينوكسيديل او المينوكسيديل الفموي بجرعه قليله جدا، بس طبعا ده مش هيكون ضروري لمعظم الناس. انا شايف ان هو التوبيكال ده هيكون كويس جدا. بالنسبه بقى للمايكرو نيدلينج ديفايس اللي انت هتستخدمه، فانت لازم تضيف في الروتين بتاعك ديرما رولر او ديرما بين، وانا افضل الديرما بين، وده بسبب ان هو بيخلق حفر صغيره في فروه الراس، بالتالي بيزود الجروس فاكتور. وفي بعض الناس بتقول ان هو يعتبر زي جلسه البلازما بالظبط. في ناس كتيره بتستهون بنتائج المايكرو نيدلينج، وفي دراسه في 2022 كانت بتوضح ان الديرما رولر والمينوكسيديل اقوى من الديرما رولر والسبايرونولاكتون اللي هو يعتبر مضاد اندروجين. فما تستقلش بالديرما رولر او الديرما بين، لان هم حرفيا ممكن يحولوا نتائجك 180 درجه. فانا شايف ان انت هتستخدم ديرما بين مره في الاسبوع، او ديرما رولر مقاس 1.5 مره في الاسبوع او مره كل 10 ايام، بسبب ان هي بتحسن امتصاص المينوكسيديل وان هي بتزود الجروس فاكتور. ايه كمان ممكن تضيفه للروتين بتاعك؟ لو انت شخص عندك انخفاض في مستويات الاي جي اف 1 فممكن تفكر في حاجه زي ام كي 677. ممكن تفكر برضو في الريسيرش كيميكالز اللي هي مضادات الاندروجين الموضعيه زي بيرلوتامايد او ارديو. الاثنين دول هيكونوا كويسين جدا في الاستاك بتاعك. طبعا استاك زي دي هتؤدي الى نمو الشعر لمعظم الاشخاص، يعني استحاله ان انت تستخدمه عندك صلع وراثي حتى لو نروه 7 وبعد سنه من الاستخدام ما تلاقيش نتيجه. لو فعلا في شخص عمل اللي انا قلت عليه ده وبعد سنه ما لقاش نتيجه، فانا هقفل القناه دي، ما عدتش هعمل فيديوهات نهائي. انا متوقع ان انت هتزيد على الاقل خالص 50% من كثافه شعرك هترجع تاني، ده لو انت ما عندكش فايبروسيس او كالسيفيكيشن في بصيله الشعر بتاعتك. بعدها بقى بعد السنه دي انت تقرر هل المفروض بقى النتيجه مرضيه فهتفضل مستمر على العلاج، او مثلا تبتدي تشيل علاجات معينه حصل لك مثلا سايد افكتس، او تبتدي مثلا تزود علاجات تانية في حاجات تانية اكسبيرمنتال اكتر، زي في بعض الناس بتستخدم سيبروترون اسيتيت، في بعض الناس بتستخدم سبايرونولاكتون بصوره فمويه. بس الحاجات دي انا شايف ان هي بتضر بالذكوره بتاعتك بصوره كبيره جدا، فانا مش هقول لك ان انت تستخدمها اصلا.
مع ان في ناس انا اعرفها شخصيا قررت ان هي تستخدمهم من دماغها. بس لو انت استخدمت الروتين اللي انا قلت لك عليه ده، اللي هو الدوتاسترويد والمونوكسيديل بالحبشكنات بتاعته، بالديرما بين، بشامبو النيزابيكس نسيت اقوله، واستمريت عليهم سنه ولقيت نتيجه مرضيه، فافضل مستمر عليهم عادي، مفيش اي مشكله لحد ما توصل للنتيجه المرغوبه. لو بعد سنه لقيت مثلا ان الشعر بتاعك نما بس مفيش شكل معين او عايز ترجع الهير لاين، فممكن بعدها تقرر انك تعمل عمليه زراعه. وكده انت قللت التكلفه الماديه وقللت الجرافتس اللي انت هتاخدها من المنطقه المانحه، وهتحصل على نتيجه تعيش معاك العمر كله. طبعا لو جيت تبص مثلا عندي على الانستجرام، فهتلاقي ناس كتيره بتبعت لي الترانسفورميشنز بتاعتها، سواء كلاينتس او حتى مش كلاينتس. يعني في ناس لمجرد الفرجه على الفيديوهات بيبتدي يعمل روتين لنفسه، او بيبتدي يروح لدكتور ويصمم معاه روتين ويبتدي يمشي عليه ويبعتوا لي الريزلتس بتاعتهم، والريزلتس اكتر من روعه. فانا شايف لو انت عندك صلع وراثي فبتبتدي تمشي على الروتين مخصص ليك دلوقتي وهتلاقي نتيجه احسن لما تقعد تمشي ورا الناس اللي تقول لك انا هستنى مش عارف تقنيه الفيل الازرق اللي هترجع لي شعر تاني، لان الكلام ده مش هيحصل. وفي تقنيات او ادويه كتيره موجوده في السوق هتديك نتيجه روعه في علاج الصلع الوراثي. بس كده اتمنى الفيديو يكون عجبك. لو عندك استفسار سيبه تحت في الكومنتات، ولو حابب استشاره او متابعه الكترونيه هتلاقي اللينك في الديسكربشن. بس كده اشوفكم في الفيديوهات الجايه.